السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. فيديو جديد عن ازاي تتعلم بايو انفورماتكس. من 3 سنين تقريبا اول ما بدأنا القناة دي عملنا فيديو عن ازاي تتعلم بايو انفورماتكس، بعدها بسنة ونص عملنا ابديت لنفس الفيديو ازاي تتعلم بايو انفورماتكس. الفيديو الاولاني جاب 40,000 تقريبا، والفيديو الثاني جاب حوالي 30,000 مشاهدة، واخيرا بنعمل ابديت لنفس الفيديو الرابع ازاي تتعلم بايو انفورماتكس. بنشير معاكم more experience different source resources للتعلم، وبنحاول نديفاين كام كونسبت كده في المجال عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط وانت بتتعلم ما يبقاش صعب عليك. الفيديو ده مهم جدا، هيبقى طويل، واعذرني انا مش عايز اقسم الفيديو 3 اجزاء او جزئين، هو هيبقى فيديو واحد، وانت حاول تسمعه وقت ما تبقى فاضي، وحاول تسمعه اكتر من مره، مش بس عشان المصادر والكورسات والكتب والحاجات دي كلها، ولكن عشان المصطلحات اللي هنستخدمها والرود ماب اللي احنا هنحطها عشان تتعلم بايو انفورماتكس. هيبقى لطيف جدا لو انت اشتركت في القناه كمان عشان يوصلك كل جديد من القناه، لان احنا بننزل فيديوهات كتير وبننزل كورسات ليها علاقه بالبايو انفورماتكس وليها علاقه بالبيولوجي، وفي محتوى كتير جدا ممكن يكون مفيد ليك وتقدر تستفيد منه الفتره اللي جايه. ما تستعجلش، اصبر عليا، حاول تسمع الفيديو كله. احنا هنبقى ماشيين خطوه خطوه في الفيديو، وان شاء الله يكون فيديو مفيد ليك. ويلا بينا طيب، احنا هنقسم مراحل التعلم الى 5 مراحل. المرحله رقم 0، المرحله رقم 1، 2، 3، 4. ممكن يكون في مراحل من المراحل دي انت تخطيتها او عندك، او في مهارات معينه انت في مستوى معين من البايو انفورماتكس، وبالتالي انت مش محتاج تسمع اللي انا بقوله، او مش محتاج تعمل اللي انا بقوله بالظبط. ممكن تسمعه وتشوف ايه اللي ناقصك فيه وتكمله، ولكن في مراحل لو انت تخطيتها مفيش مشكله، خش على المرحله اللي بعدها وشوف ايه اللي انت محتاج تتعلمه في المرحله دي. كل الكورسات، الكتب، اي حاجه هتلاقي لينك في الديسكريبشن بيوصف اللي انت عايزه، او بحط لك لينك للكورس او للكتاب اللي انت عايزه او اللي انا عملت له ريكومنديشن، او هتلاقيه ظهر عندك هنا او هنا خلال الفيديو. فكل اللي هقوله ايا كان هو ايه هتلاقيه موجود عندك، مفيش اي حاجه هقولها مش هحطها في الديسكريبشن او مش هحطها في الاشارات بتاعه اليوتيوب. يلا بينا نبدا بالمرحله رقم 0. طيب، المرحله رقم 0 في تعلم بايو انفورماتكس هو ان يكون عندك بيولوجيكال باك جراوند بس كده. ده عشان هي ما كانش اسمها مرحله 0 فهو اسمه بايو انفورماتكس، فانت لازم يكون عندك بيولوجيكال باك جراوند، عندك بيزكس بتاعت البيولوجي. ما عندكش بيزك بتاعت البيولوجي نروح ناخد البيزك بتاعت البيولوجي وبعد كده نرجع نتعلم بايو انفورماتكس. ده مهم جدا. البيزك بتاعت البيولوجي مش عايزينك تتعلم حاجات ادفانسد، انت مع الوقت تتعلم حاجات الادفانسد وتقرا من الابحاث. مش عارف دي بطاطا او بطاطس، بس هي بتدفي جدا في الشتاء، ولكن بقدر ما مهم ان يكون عندك انرجي ويكون متدفي في الشتاء، مهم انك تتعلم بيولوجي في البايو انفورماتكس. لانه كونسبتس، مصطلحات كتير قوي هتتقال قدام وانت بتشرح وانت بتتعلم بايو انفورماتكس، لازم تكون عندك قبل ما تبدا. كل اللي احنا محتاجينه السنترال دوجما، يعني بيزيكلي يعني الموضوع بسيط جدا. الترانسكريبشن، الريبليكيشن، الترانسليشن، ولكن يفضل انك تعلمهم بشكل كويس. انا هرشح اكتر من حاجه عشان تتعلمهم، حتى لو انت طالب بتدرس بيولوجي. اللي انا هقوله ده مهم ليك، اللي انا هقوله دون حاجات اتشرحت ممكن تكون ليك في الكليه، بس مش بالعمق دون، مش بالكونسبتس اللي انا هرشح لك الكورسات اللي فيها. اول كورس هرشحه لك عشان تدرس بيولوجي كورس اسمه Introduction to Biology The Secret of Life. من اشهر الكورسات، من مقدم من MIT، من اشهر الكورسات الموجوده على الانترنت للبيولوجي. يمكن معظم الطلبه عارفينه. اللي عامله العظيم إيريك لاندر، اللي هو شارك في مشروع الجينوم البشري سنه 2012 سنه 2001 2003. وبعد كده الراجل ده اصبح المستشار العلمي لجو بايدن لما جه الرئاسه، وبعد كده طردوه عشان كان عنده مشاكل اخلاقيه. مش موضوعنا، ولكن كورس مهم جدا، تحفه، كورس جميل جدا ومهم جدا لاي حد عايز يتعلم بيولوجي. الكورس الثاني اللي هو جميل جدا برده، تحفه جدا برده، يعني معلش الكورس بتاعي انا عامل كورس على القناه عندي على اليوتيوب، بشرح فيها كتاب كونسبت اوف جينيتكس، شارح اكتر من 4 شابترز. شرحنا الشابتر رقم 10 11 12 13 وهنشرح الشابتر رقم 14. الشابتر رقم 10 بيتكلم على دي ان اي ستراكشر اند اناليسيس، بيزكس جدا بتاعه اكتشافات الدي ان اي
الاكسبيرمنتس اللي اتعملت، واتسون وكريك موديل، الاستراكشر بتاع الدي ان ايه تفاصيله ايه. الشابتر رقم 11 بيتكلم عن الدي ان اي ريبليكيشن بالتفصيل في البروكاريوتيك وفي الايوكاريوتيك، وايه اللي بيحصل عشان يحصل ريبليكيشن للدي ان ايه. شابتر رقم 12 واللي بيتكلم على الدي ان اي اورجانيزيشن جوه الخليه، ازاي بيحصل تنظيم للدي ان ايه جوه الخليه بالحجم الكبير ده. شابتر رقم 13 واللي بنشرح فيه دلوقتي بيتكلم على الجينيتيك كود اند ترانسكريبشن، وبالتالي بنكمل شرح فيه دلوقتي، وان شاء الله هننتهي من الشرح خلال الشهر اللي احنا فيه دلوقتي ده. وشابتر رقم 14 اللي لسه ان شاء الله هنشرحه بيتكلم على الترانسليشن، وبالتالي يبقى شرحنا السنترال دوجما بشكل مفصل جدا 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 في الكورس اللي موجود او الاربع بلاي ليست اللي موجوده عندي على القناه، هحطهم لك في الديسكربشن. وما تنساش تشترك عشان يظهر لك الشابتر رقم 14 لما ينزل ان شاء الله. المصدر الثالث عشان تتعلم بيولوجي هو كتاب كونسبت في الجيناتكس نفسه، يعني من الكتب المهمه جدا يا جماعه، سواء انت هتاخد الشرح اللي انا عامله او تاخد اي شابتر في الكتاب. اي شابتر في الكتاب هيزود النولج بتاعه البيولوجي عندك. فالكتاب ده برضه هحط اللينك بتاع الكتاب في الديسكربشن لو حابب تقرا منه اي شابتر يكون بيفيت ويز يور انترست. اعتقد ان هو هيكون مفيد جدا للبيولوجيكال باك جراوند بتاعتك. ده البارت الاولاني وهو حاجات بيزكس. طيب حاجات ادفانسد نتعلم ايه؟ انا بشوف انه مهم جدا عشان تدرس بايوانفورماتكس انك تدرس السيكونسنج. السيكونسنج اللي هو ازاي بنقرا تتبعات الدي ان ايه او الار ان ايه او تبعات النيوكليك اسيد عموما يعني. من اهم التكنولوجيز بتاعت السيكونسنج هي النيكست جنريشن سيكونسنج. طبعا معظمنا سمع عنها، ولو ما سمعتش عنها فدي من اهم ثوره البيولوجي في القرن ال21. هي جايه من السيكونسنج وبالذات من النيكست جنريشن سيكونسنج. والمصدر بتاع البيانات بتاعتنا اللي بنشتغل عليها في الماثماتكس بيبقى جاي من السيكونسنج، وبالتالي مهم جدا انك تفهم يعني ايه السيكونسنج وازاي بيتعمل وازاي بنقرا الدي ان ايه وازاي بنعمل اناليسيز ليه. انا في كورس عندي على القناه بيشرح كل دون اسمه نيكست جنريشن سيكونسنج كورس، هيظهر لك هنا وهحط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. بسيط جدا 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 عشان يبقى عندك بيولوجيكال باك جراوند عن السيكونسنج والتولز اللي احنا بنستخدمها في السيكونسنج اللي بيجي لنا الداتا من خلالها. فمهم جدا انك تبص عليه سريعا كذا از بيولوجيكال باك جراوند. طيب ستيب رقم 1، المرحلة الأولى في تعلم البايوانفورماتكس هو إنك تتعلم البيزكس بتاعت المجال ده. بحاول أكون فورمال وأنا بتكلم عشان ما استهلكش كلام كتير، بس أنا هحاول إن أنا أقلل الفورماليتي اللي أنا عاملها دي وأكون مور فريندلي أكتر. أنا بس عشان مش عايز أطول الفيديو فبحاول إن أنا أكون بقول الكلام المهم وخلاص يعني. طيب المرحله الاولى في التعلم بايوانفورماتكس لازم اولا تستوعب انه ده مجال جديد على عقلك وذهنك. وقبل ما اقول لك هتتعلم ايه في المرحله دي لازم تبقى فاهم انه عقلك ما شافش الحاجات دي قبل كده وما تعاملش معاها قبل كده، وبالتالي وارد ان هو ما يستوعبهاش بسهوله، وارد ان هو ياخد وقت على استيعابها. ده حصل معايا وده حصل مع اي حد جاي من بيولوجيكال باك جراوند. انا خريج بايوتكنولوجي بالمناسبه سنه 2021، وبالتالي مفيش اي مشكله انك تصبر على نفسك وانت بتتعلم اول مرحله، لان هي اصعب مرحله هي اول مرحله، برغم انها بيزيكلي هي اسهل كونتنت واسهل حاجه لانها مش ادفانسد، اتس بيزكس. فانا في البيزكس برشح انك تتعلم 4 حاجات ان جنرال، وهرشح لك كورس يديك ال4 حاجات دول. اول حاجه ازاي نستخدم الداتا بيزز. احنا عندنا اكتر من داتابيز زي الان سي بي اي كلكم عارفينها، وزي اليونيبروت او الامبل داتابيز. الهدف ان انت تتعامل مع الداتابيز دي انك ازاي تاكسس الداتا بتاعت البيولوجي. اكسس داتا ده يشمل حاجات كتير قوي، يعني الان سي بي اي مثلا تقدر تخش على الجين ان سي بي اي داتابيز فيها السيكونسز بتاعت الجينات، او الجينوم ان سي بي اي داتابيز فيها الهول جينوم او الريفرنس جينومز اللي هي بتاعت الاورجانيزمز اللي احنا بنشتغل عليها. حاجه زي الاس ار اي فيها الرو فاست كي فايلز او الرو داتا بتاعت السيكونسنج. البروتين كذا كذا داتابيز. احنا كل الهدف من المرحله دي ان احنا نعلمك او انك تتعلم هاو تو اكسس بيولوجيكال داتا، ازاي تحصل على البيولوجيكال داتا، ازاي تتعامل مع الداتابيز دي.
النقطة الثانية اللي مهم تتعلمها as a basics of bioinformatics هي الالاينمنت، ازاي تعمل align ل two sequences وتشوف مدى التقارب والتشابه والاختلاف ما بينهم باستخدام اي تول زي البلاست مثلا، بلاست ان للنيوكليوتايد وبلاست للبروتين وهكذا، وبلاست للار ان اي او ما الى ذلك. بالمناسبه انت لما هتوصل لمراحل ادفانسد مش هتتعلم الحاجات دي ولا تستخدمها. انا ما بستخدمش البلاست، ما بستخدمش الداتابيزز بالشكل ده، مش بتعامل مع اي حاجه بقولها في المرحله دي، ولكن از بيزكس لازم تتعلم الحاجات دي عشان تدخل على المراحل اللي بعدها. الحاجه الثالثه المهم تتعلمها بعد الالاينمنت هو المالتيبل سيكونس الاينمنت. كونسبت مهم جدا الالاينمنت في البايوانفورماتكس عموما، هتفضل تستخدمه طول حياتك، وبالتالي مهم انك تتعلمه في البدايه لانك طول حياتك تفضل تتعامل مع الكونسبت بتاع الالاينمنت ايا كان، سواء هتالاين تو جينز، تو بروتينز، مالتيبل جينز، مالتيبل بروتينز، او هتالاين يور سيكونسز تو ذا ريفرنس جينوم. anyway انت الالاينمنت كونسبت مهم، فمهم انك تتعامل مع المالتيبل سيكونس الاينمنت، وهو ان احنا بنالاين اكتر من جين او اكتر من بروتين مع بعض عشان نشوف مدى التقارب والتشابه ما بينهم او الاختلافات اللي ما بين السيكونسز وبعضها. الحاجه الرابعه وهي مبنيه على المالتيبل سيكونس الاينمنت هي الفايلوجينيتك تري. دول الاربع حاجات اللي انا شايف انه مهم قوي 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 اي حد هيبدا يتعلم بيزكس اوف بايوانفورماتكس يتعلمهم. انا هنا عشان ما اطولش عليكم في تو كورسز ممكن يخليك تاكسس الاربع حاجات دول مره واحده. الكورس الاولاني اسمه بايوانفورماتكس ميثودز 1، وده موجود على كورسيرا، عامله واحد اسمه نيكولاس جيمس. الكورس مسجل فيه اكتر من 100,000 شخص which is الكورس حلو جدا. وفي كورس تاني برضو على كورسيرا اسمه بايوانفورماتيك ميثودز 2، يبقى بايوانفورماتيك ميثودز 1 وميثودز 2 موجودين في الديسكربشن وهتلاقيهم ظهروا لك تحت. تقدر تتعلم منهم البيزكس بتاعت البايوانفورماتكس بالحاجات اللي انا قلتها، الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول، NCBI او الداتابيزز، الالاينمنت، مالتيبل سيكونس الاينمنت، فايلوجينيتك تري. كونسبتس مهمه جدا وهتستخدمها في حاجات ادفانسد قدام في البايوانفورماتكس. الكورسين دول مش سهلين، يعني هي دي اللي انا كنت بقول المقدمه عشانها، اللي هي المقدمه بتاعت تيك يور تايم واستحمل الحاجات، استيعابها مش سهل في البدايه. الكورسين مش سهلين وبالتالي هيحتاجوا منك مجهود ووقت وتيك يور تايم عشان في حاجات مش تفهمها من اول مره. فاقعد دور على جوجل، حاول تسيرش على المصطلحات اللي الراجل بيقولها لو هي مش واصله لك. لو الشرح فيه مشكله حاول ان انت تسيرش على جوجل، تدور على سورس تاني تتعلم منه الكونسبتس اللي هو بيقولها. ولكن انا يهمني المحتوى اللي انا قلته، مش فارق معايا الكورس ذات نفسه. هو الكورس بيديك المحتوى ده وبالتالي عشان كده برشحه، بس انت لو قدرت تاخد الكونسبتس دي او الترمينولوجيز دي او المصطلحات اللي انا قلتها الاربعه دول من اي سورس تاني، انا ما عنديش مشكله حتى لو مصدر عربي. اهم حاجه تفهم الحاجات الاربعه اللي انا قلتها دول. ده بالنسبه للمرحله الاولى في تعلم البايوانفورماتكس. طيب المرحله الثانيه والثالثه هي البروجرامينج والستاتستكس. انا ما عنديش مشكله لو بدات تتعلم الستاتستكس قبل البروجرامينج او اتعلمت البروجرامينج وبعد كده اتعلمت الستاتستكس. فالمرحله الثانيه ممكن تمشي مع المرحله الثالثه، ممكن الثالثه تبقى الثانيه. فالترتيب هنا مش فارق لي، في الثانيه والثالثه بالذات مش فارق لي، بس الاولى فارق لي وزيرو فارق لي. في الثانيه والثالثه ما عنديش مشكله تبدا بالستاتستكس وبعد كده تتعلم بروجرامينج، او تبدا بروجرامينج وبعد كده تتعلم ستاتستكس. انا بالنسبه لي او تتعلم الاثنين مع بعض. فخلينا نبدا ونتكلم على البروجرامينج في المرحله الثانيه من تعلم البايوانفورماتكس. هنا هتكلم بره يعني اوت اوف كونتكست شويه، وسيبوني اخد راحتي بقى. احنا عندنا 3 يعني حاجات ممكن تتعلمهم as a programming languages. اوكي for bioinformatics. اول حاجه احنا هنقول انه في حاجه اسمها باش، هي مش programming language، هي command line، ولكن احنا هنعتبرها من ضمن المرحله دي. حاجه اسمها باش وحاجه اسمها ار وحاجه اسمها بايثون. ايه الفكره بتاعت البايوانفورماتكس يا شباب في الاناليسيز؟ معظم الداتا اوميكس او الاوميكس داتا زي الجينوميكس، البروتيوميكس، ميتابولوميكس، ترانسكريبتوميكس، معظم المراحل بتاعت الاناليسيس بتاعتها بتنقسم الى شقين. الشق الاولاني بنسميه بري بروسيسنج، والشق الثاني بنسميه داون ستريم اناليسيس. وركز معايا في الحته دي كويس قوي. اذا اي اناليسيس للاوميكس داتا غالبا let's say for example الجينوميكس او الترانسكريبتوميكس في مرحلتين من الاناليسيس، مرحله اسمها البري بروسيسنج ومرحله اسمها الداون ستريم اناليسيس. البري بروسيسنج بيحصل فيها ايه؟ بتبقى السيكونسز جايه فاست كي فايلز، بتعمل لها كواليتي كنترول
بتعمل لها كواليتي تشيك، وبعد كده تعمل لها كواليتي كنترول، بعد كده تعمل لها الاينمنت، بعد كده تعمل لها مثلا كوانتيفيكيشن، او بعد الالاينمنت يتعمل لها فاريانت كولينج او ما الى ذلك. فهي المرحله دي كده من الاناليسيس اسمها بري بروسيسنج. المرحله دي بنستخدم فيها الكوماند لاين، باش، لينكس، عشان المصطلحات دي كلها في النهايه بتوصل لدماغ الناس كلها انها حاجات مختلفه. هو اكزاكتلي هي حاجات مختلفه، ولكن كمصطلح لينكس بنستخدمه جواه الكوماند لاين جواه الباش. ف anyway اي مصطلح هيجي في دماغك للثلاث حاجات دول قول عليه. فالمرحله بتاعت البري بروسيسنج دي احنا بنعملها بالباش. طب والمرحله الثانيه اللي هي بتاعت الداون ستريم اناليسيس دي بتتعمل بالار او البايثون. اذا انت محتاج تتعلم الباش اساسي لازم تتعلم الباش، لان هي مرحله يعني مفيش بديل للباش بشكل او باخر. ولكن في مرحله الداون ستريم اناليسيس ممكن تتعلم ار او بايثون، وغالبا هقول لك هتتعلم الاثنين عشان هيفيدوك. طيب تعالوا نبدا مرحله البري بروسيسنج اللي هو الباش سكريبتنج او الكوماند لاين. الكوماند لاين عرفنا احنا بنحتاجه في ايه؟ مرحله البري بروسيسنج اناليسيس. طب اتعلم كوماند لاين منين؟ خد بالك الكوماند لاين ده سهل جدا. كل اللي عليك ان يكون عندك الباش سكريبتنج على الويندوز، او تعمل فيرتشوال بوكس، او تنزل لينكس سيستم عندك على الكمبيوتر. المهم ان هو موجود جوه اللينكس سيستم. ممكن تنزل اوبنتو على الويندوز از ابلكيشن تشتغل كوماند لاين، ده رقم واحد، اول اوبشن. الاوبشن الثاني انك تنزل فيرتشوال بوكس، هي بتبقى زي برضو ابلكيشن بتخش عليه، بيبقى فيه جواه اللينكس از ايكو سيستم او از سيستم، وبعد كده تقدر تتعامل كانك جوه اوبريتنج سيستم زي اللينكس، او تقوم منزل اصلا اللينكس سيستم كله على الجهاز عندك، وبالتالي يبقى عندك اصلا بدل الويندوز لينكس. طيب هتستبلش الحاجه ازاي؟ تتعلم ايه؟ انا عندي كورسين. اول حاجه بيزكس الكوماند لاين، هتاخدها من كورس اسمه Bioinformatics for Biologists An Introduction to Linux Bash Scripting and R. ده كورس موجود على منصه اسمها Future Learn، منصه لطيفه، وهو الكورس فري، مقدم من ويلكم انستيتيوت، ويلكم سانجر انستيتيوت. الكورس ميزته ان هو معمول فور بايولوجيست، وبالتالي هو بسيط، فهيعلمك البيزك كوماند لاين، ازاي تكتب كوماند لاين من البدايه، ايه هو الكوماند لاين، هو الاوبريتنج سيستم بتاع لينكس. وبالتالي كورس سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. انا على فكره خدت الكورس ده من فتره كبيره، مع اني كان عندي باك جراوند وبعرف اكتب كوماند لاين وباش وكده، ولكن ضاف لي معلومات كتيره جدا من المفاهيم اللي هو شرحها. طيب اتعلمت دون. طبعا هم عندهم باش سكريبتنج اند ار، انا مش عايز اتعلم ار منهم، سيبك من الار اللي هم شارحينها، انا عايزك تاخد من هنا الباش سكريبتنج بس. اتعلمت البيزكس، خدت الكورس بتاع introduction to Linux Bash Scripting. نطبق البيزكس اللي اتعلمناها بقى على biological data، وناخد advanced examples. في كورس جميل جدا على كورسيرا اسمه Command Line Tools for Genomic Data Science، موجود على كورسيرا مجاني، تقدر تشوفه وتقدر تاخد السيرتيفيكيت بتاعته. محتوى الكورس 4 أسابيع. الاسبوع الاول بكل بساطه بيعلمك البيزك يونس كوماندز، نفس اللي اتعلمته في الكورس اللي فات، ولكن مفيش مشكله، بص عليها بصه، هتتعلم كوماندز جديده ممكن تكون الكورس التاني ما اتعلمتهاش فيه، او ممكن تتعلم تتاكد على معلوماتك اللي اتعلمتها قبل كده في الويك 1، وممكن تعمل له سكيب. ويك 2 مهم جدا، هتتعلم فيه الانوتيشن والالاينمنت. مهم جدا يا جماعه، الالاينمنت مهم جدا. الالاينمنت هنا مختلف عن الالاينمنت انت درسته في المرحله رقم 1. الالاينمنت هنا بيالاين ريدز تو ريفرنس جينوم. الالاينمنت اللي انت خدته في المرحله الاولانيه كان بيالاين 2 سيكونسز مع بعض، تشوف الديفرنسز والتشابه والاختلافات. فهنا في ويك رقم 2 هتتعلم فيه الالاينمنت، تتعلم فيه حاجات مهمه جدا زي سام تولز، بام تولز، بيت تول، تي سي اف تولز. في ويك رقم 3 هتتعلم الجوريزمز مهمه جدا بنستخدمها في الالاينمنت زي بوتاي، بي دبليو اي، بتتعلم برضو سام تولز اند بام تولز. في ويك الرابع هتتعلم
حاجه معينه، وهي من الابلكيشن المهمه جدا، وهي الار ان اي سيكونسنج والالجوريزم المستخدمه في الالاينمنت بتاع الار ان سيكونسنج، زي الالجوريزم اللي اسمها توب هات. الحاجات دي بيزكس قوي في الكوماند لاين، هي ليها علاقه بالبري بروسيسنج، وبالتالي فمهم جدا ان انت تتعلم الجزء بتاع البري بروسيسنج دون، وتتعامل مع الكوماند لاين والتولز اللي متقاله في الكورس ده، انك تفضل طول حياتك تتعامل معاها. ولكن قبل دون لازم تكون معاك البيولوجيكال باك جراوند، ما تنساش المرحله رقم 0 الان جي اس، مهم قوي انك تبقى عندك الباك جراوند بتاعت الان جي اس، وقلنا ان في كورس للان جي اس على القناه عندي. المرحله اللي بعدها اللي هي نفس المرحله او الجزء اللي بعده، احنا قلنا البري بروسيسنج اناليسيس وفي الداون ستريم اناليسيس. احنا خلصنا البري بروسيسنج اناليسيس اهو، هنروح للداون ستريم اناليسيس وهو ار او بايثون. من غير كلام كتير، مش محتاج اقول لكم ايه هو الار والبايثون وتعملوا ليه. كل اللي انا عايز اشرحه هنا انه تتعلم ار ولا بايثون، انهي الاول، وايه الكورسات اللي تتعلم منها. بالنسبه لي تتعلم ار او بايثون از يو لايك. معظم الناس بتريكومند انك تبدا بالبايثون وبعد كده تنتقل الى الار، بس انا بريكومند اللي انت عايزه اعمله، ومن تحت لتحت بريكومند تتعلم الار الاول. لازم نكون واضح معاك واقول لك ان البايثون از بروجرامينج لانجويج هي اقوى بكتير جدا من الار، مور باورفول عن الار، ولكن في البايوانفورماتكس مور كومن الار عن البايثون، فخلينا نكون واضحين في النقطه دي. از بروجرامينج لانجويج بايثون مور باورفول عن الار، بس ان بايوانفورماتكس معظم الشغل بتاع البايوانفورماتكس موجود على الار. بصراحه كان عندي كلام كتير قوي محضره اقوله في النقطه دي، بس حاسس ان انا طولت، فانا مش هكتر في الحته دي. في كورس للار موجود عندي على القناه مكون من 6 اجزاء، هحطه لك في الديسكربشن. بتعلم من اول البيزكس بتاعه الار لحد في جزء عن الستاتستكس، وفي جزء عن البايو كوندكتور which is one of the more powerful tool او source for bioinformatics packages in R. فتقدر تتعلم ال6 اجزاء دول وهتبقى مستواك كويس جدا 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 في الار. بالنسبه للبايثون انا مش بريكومند، يعني بصراحه البايثون فيه ريسورسز كتير قوي تتعلم منها، بس في كتاب اسمه بايثون فور داتا ساينس، عامله واحد لطيف جدا من الناس اللي هي من الاوثرز بتاعت بانداز، الباكج بتاعت بانداز اللي هي موجوده في البايثون. فالكتاب ده برضه لطيف جدا، تقدر تتعلم منه البيزكس بتاعت البايثون، او اي كورس تقابله على اليوتيوب، على كورسيرا، على اي دي اكس تتعلم منه بايثون. بصراحه البايثون فيه يعني مصادر كتير قوي للتعلم منها. ده بالنسبه للار وبالنسبه للبايثون. اجين اتعلم اللي انت عايزه في البدايه از يو لايك، الاثنين مفيش اي مشكله فيهم. الفكره ليه انا برشح تتعلم الار في البدايه مش البايثون، برغم ان انا بقول لك از يو لايك. الفكره انه الار هتاخدك اكتر لمجال البايوانفورماتكس من البايثون. عشان توصل لابلكيشن للبايوانفورماتكس في البايثون هتاخد وقت اكتر من الار. بكل بساطه اللي مخلي الار احسن من البايثون في البايوانفورماتكس لحد سنتين فاتوا هو البايو كوندكتور which is في ريسورسز كتيره جدا او في باكجز كتيره جدا للبيولوجيكال داتا، وبالتالي بيسهل على الناس الاناليسيس بتاع البايوانفورماتكس للبيولوجيكال داتا في الار. فدي اكتر حاجه مخليه الار هي مميزه عن البايثون في البايوانفورماتكس لحد سنتين فاتوا. ليه بقول لحد سنتين فاتوا؟ لانه البايوانفورماتكس حاليا او مجال البيولوجي حاليا داخل في مجال جديد اسمه السبيشال ترانسكريبتومكس، والمجال دون من اسمه سبيشال which is positions مكاني. بيحتاج في الشغل بتاعه حاجه اسمها ايمج بروسيسنج. المجال دون احتمال خلال 3-4 سنين ياخد الاناليسيس بتاع مجال كبير جدا زي السنجل سيل اومكس والسبيشال ترانسكريبتومكس والسبيشال اومكس من الار الى البايثون، بسبب انه البايثون عندها قدره اكبر من الار انها تتعامل مع الايمج بروسيسنج اكتر من البايثون. ده راجع للباك جراوند بتاعه البايثون نفسها، وبالتالي هيبقى اسهل ان احنا نابلاي البيولوجيكال داتا على البايثون مش الار في المجالات دي، وبالتالي بايثون داخله بقوه قدام في مجالات زي السبيشال اومكس والسنجل سيل اومكس. ولكن لحد النهارده الار هي الاقوى بنسبه 70%، ومعظم التولز اللي موجوده في البايوانفورماتكس للداون ستريم اناليسيس موجوده في الار بسبب البايو كوندكتور.
طيب المرحله رقم 3 احنا اتفقنا المرحله رقم 3 و2 ممكن نبدلهم مع بعض. اتعلمت ده الاول اتعلمت ده الاول مش تفرق كتير. فالمرحله رقم 3 هنتعلم statistics مهمه جدا في البايوانفورماتكس ومهمه جدا في عموما يعني في ريسيرش عموما. في البايوانفورماتكس مهمه جدا وهيبقى كويس لو اتعلمت البروجرامينج وبعد كده اتعلمت الستاتستكس، لانه معظم الستاتستكس اللي احنا عايزينك تتعلمها هي حاجات هتابلاي بالبروجرامينج لانجويج زي الار او البايثون، وبالتالي خليك ماشي بالترتيب اللي انا قلت عليه دون. طيب عشان اتعلم statistics محتاج ايه؟ انا عندي اكتر من مصدر ممكن اتعلم statistics منه. انا بالنسبه لي في كتاب اسمه Statistical Inference via Data Science، الكتاب ده مهم جدا. مش برشح تقرا الكتاب كله من اول لاخره طبعا، ولكن برشح في بارت اسمه بارت رقم 3 اسمه Statistical Inference with Infer حاجه كده. ده في شابتر من شابتر رقم 7 للشابتر رقم 10، وممكن تكمل قراءه الكتاب الشابتر رقم 11 كمان بيابلاي على الار، وبالتالي انت اتعلمت بيزكس للستاتستكس وابلايد على الار، وبالتالي 2 في 1 ده رقم 1. رقم 2 في كورس انا عامله على الار اصلا اسمه اللي هو 6 اجزاء، فالجزء الخامس منه بيتكلم عن الستاتستكس من البدايه خالص، المين والميديان والستاندرد ديفيشن هو statistical inference. وواخد الكتاب ده كان سورس من السورس اللي انا بجيب منها الكونتنت، ومطبق الهايبوثيسيس ومطبق على الار، وبالتالي برضو الشرح بسيط وسهل. فممكن المصدر الثاني اتعلم منه statistics هو الكورس بتاعي الجزء الخامس من الكورس بتاع الار. المصدر الاخير وهو مصدر ادفانسد شويه، ففي كورس اسمه Introduction to Data Science with Python. Introduction to Data Science with Python. الكورس ده ادفانسد شويه، بيبدا يابلاي حاجات ادفانسد عن الستاتستكس زي linear regression, multiple regression, model selection, bias variance, classification, multi-logistic regression, bootstrap confidence intervals, statistics ولكن with Python. وبالتالي لو انت خدت الطريق بتاع بايثون فممكن تتعلم من الكورس ده، هيفيدك جدا مش بس كستاتستكس ولكن كداتا ساينس، وبالتالي هو بيشرح الكونسبت العام بتاع الداتا ساينس اللي هو انكلودد الستاتستكس منه. فكورس لطيف جدا. الثلاث مصادر دول واي مصدر تاني انت تقابله ترتاح له يعني as you like. هو احنا عايزين البيزكس بتاعت الستاتستكس وهو ده اللي انا برشحه، انت ممكن تتعلم من حاجه تانية مفيش اي مشكله. لو وصلت لحد هنا في الفيديو فانا بشكرك وبحييك، وبصراحه بحترمك، انت بصراحه استحملت الرغي ده كله، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر اقول اللي عندي اللي ممكن يكون مفيد للناس واللي بيوضح الصوره للناس بشكل او باخر. وبالتالي انا بتكلم بسرعه وبحاول ما ارغيش كتير، ولكن it's not easy انك تحط رود ماب لمجال كامل زي البايوانفورماتكس في 5 دقائق او 10 دقائق. فسو سوري ان انا طولت، ولكن في المرحله الرابعه تعالى بس نراجع احنا اتعلمنا ايه عشان نقول المرحله الرابعه هي الابلكيشن. ازاي تابلاي كل اللي انت اتعلمته ده على بروجكتس، وايه البروجكتس المتاحه انك تتعلم عليها، وايه المصادر اللي ممكن تتعلم منها. اولا احنا عندنا بيولوجيكال باك جراوند دلوقتي، وبالتالي ده شيء مهم جدا. عندنا ان جي اس باك جراوند، عارفين يعني ايه ان جي اس وعارفين يعني ايه اومكس، ازاي بيحصل سيكونسنج، وعرفنا البيزك بتاعت البايوانفورماتكس، وعرفنا ازاي نتعلم بروجرامينج لانجويج، ازاي نشتغل بالكوماند لاين، وعرفنا بيزكس بتاعت الستاتستكس. وبالتالي يلا بقى نابلاي كل ده في ريال داتا او في بروجكتس. انا كراجل جاي من اومكس باك جراوند، انا راجل بشتغل بيزيكلي على السيكونسنج او السيكونسز. في اكتر من طريقه البايوانفورماتكس الابلكيشن. في ناس بتحب تشتغل على ستراكشر بيولوجي، انا ما عنديش اكسبيرينس في الاستراكشر بيولوجي قوي بصراحه، بس في كورس انا كنت بصيت عليه وكان مفيد جدا بالنسبه لي اسمه بايوانفورماتكس بروجكت فروم سكراتش دراج ديسكفري بارت. دراج ديسكفري من ضمن الابلكيشن بتاعه البايوانفورماتكس في الاستراكشر بيولوجي والدراج ديزاين. ففي كورس لواحد اسمه داتا بروفيسورز دي او داتا بروفيسور، ده شانل على اليوتيوب عامل تقريبا كورس بتاع 30 فيديو، وبالتالي ده كورس لطيف تقدر انت تابلاي، وغالبا هو بيستخدم بايثون تابلاي السكيلز بتاعتك اللي انت اتعلمتها على الكورس دون. اذروايز تعالى نشوف بقى الابلكيشن بتاعت السيكونسنج والاومكس عموما. ايه هو الاومكس وتتعلم ايه في الاومكس؟ احنا عندنا الاومكس متقسم
على حسب الموليكيولز. دي ان ايه، ار ان ايه، بروتين، ميتابوليزم او ميتابولوم. انت عندك في الدي ان ايه تقدر في صوره فيها السمرايز اللي انا هقوله دلوقتي هحطها على الشاشه بعد شويه بعد ما اخلص كلام. انت عندك في الدي ان ايه عندك جينوم واكزوم، تقدر تشوف السنيبس، تقدر تشوف نمبر اوف فاريشن، الاختلافات اللي موجوده في الدي ان ايه او في السامبلز بتاعتك. وفي حاجه اسمها اي بي جينوم، ده برضو على الدي ان ايه، ده بيبص على الدي ان ميثايليشن، الكروماتين اكسسبيليتي، الهيستون موديفيكيشن، الكروموسوم كونفورميشن. الايبيجينوم من المجالات اللي لسه يعني مش في بدايتها، ولكن لسه ما عملناش ديسكفرينج كويس ليها، وبالتالي فيها هوت اريا وهوت توبكس جايه فيها. الاشهر على الاطلاق والموليكيول الاجمل والالطف والاظرف هو موليكيول الار ان اي. في الار ان اي ممكن تشتغل على 4 تكنولوجيز. عندك المايكرو اري، عندك الار ان سيكونسنج، عندك السنجل سيل ار ان سيكونسنج، عندك السبيشال ترانسكريبتوم. الاربع تكنولوجيز دي اختار واحده منهم وتعلمها واعمل ماسترنج ليها. بمجرد ما انت عملت ماستر لاي حاجه من التكنيكس اللي انا بقولها دي، تقدر تنزل انترنشيب، تقدر تابلاي على جوب، يبقى انت عندك السكيلز دي كلها، وكمان ابلايد على بايوانفورماتكس بروجكتس، هيبقى ممتاز جدا، ويبقى عندك اكسبيرينس فعلا حقيقيه ونولج جميله يعني. البروتين، احنا في البروتين بنبقى عايزين نعرف الاباندنس، اللوكيشن او اللوكاليزيشن، الموديفيكيشن بتاع البروتين. وفي مجال اسمه البروتيومكس، وبالتالي ممكن لو انت بتحب البروتين تختار البروتيومكس. اخر مجال معانا هو مجال الميتابولومكس، وهنا برضو الميتابولوم بنبص على الاباندنس واللوكاليزيشن بتاع الميتابولومكس الموليكيولز. ومن هنا بنكون انت اشتغلت على الموليكيولز اللي موجوده، سواء دي ان ايه او ار ان ايه او بروتين او ميتا بوليت. ممكن as another approach for omics data science هو المالتي اوميكس، اللي هو انت تجمع اكتر من 2 modalities of molecules. تشتغل على دي ان ايه والار ان ايه، تشتغل على دي ان ايه والبروتين، تشتغل على دي ان ايه والميتابولوم، تشتغل على ار ان ايه والبروتين، الاثنين مع بعض، فبنسميه مالتي اوميكس. ده مجال مهم جدا 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 جدا، واكتشفنا انه عشان نفهم البيولوجي احنا محتاجين نشتغل على المالتي اوميكس، ما ناخدش لاير واحد بس، سواء دي ان ايه او ار ان ايه او بروتين او ميتابولوم لوحده. اسف لو قصرت في اي حاجه، الكونتنت بتاع الفيديو ده صعب جدا، وحقيقه ما قلتش نص اللي انا عايز اقوله، ولكن I don't have more time. يعني الفيديو داخل في 30 دقيقه، فانا بعتذر لكم لو انا طولت عليكم. كل حاجه قلتها في الفيديو موجوده في الديسكريبشن. اتمنى ان هو يكون مفيد ليك، ولو سمحت اعمله سيف وشيره مع الناس اللي حواليك. وبالتوفيق. لو محتاج اي حاجه اكتب لي كومنت او تواصل معايا على الفيسبوك. وشكرا، اشوفكم الحلقه الجايه، وسلام عليكم.